قبل ما نبدأ يا ريت تصلي على النبي. ده ملخص الحلقة الخامسة من المسلسل، ولو لسه ما شفتش ملخص باقي الحلقات اللي فاتوا هسيب لك اللينك بتاعهم في الكومنت المثبت. بداية الحلقة الخامسة بنلاقي كاميها مجمع الأطفال بتوع القبيلة كلهم وبيديهم درس في الزراعة وإزاي يقدروا يزرعوا بالطريقة الصحيحة، وكمان بيستغل ده وبيشرح لهم تشبيه بين الزرع وبين القبيلة بتاعتهم، وبيقول لهم الزرع ليه جذور والجذور دي هم الآباء والجدود، ومن الجذور دي بيطلع الزرع الجديد اللي هو الأبناء، ومن غير جذورهم ما يبقوش ليهم أي قيمة، علشان كده لازم يهتموا بأرضهم وبوطنهم وكمان يشاركوا في بناء القبيلة بتاعتهم. وبعد ما بيخلص كلامه بيقول لهم خلاص روحوا انتوا كملوا زرع. بعدها بنروح لكيو وبيكون قاعد فوق شويه صخور بركانيه، وكان قاعد مع واحده عرافه، وكان بيقول لها ابويا ما ادانيش منصب وزير الدفاع وانه مستغرب انه اداه لكاميها، وبيقول لها كده ابويا بهدلني وحط راسي في الطين. والعرافه بترد عليه بكل هدوء وبتقول له ما تقلقش، انت لازم تبقى صبور وتصبر على اللي حصل لك، وفي الاخر انا متاكده ان انت هتنتصر. وفجأة بدأت تعمل شوية صلوات، والصلوات دي كانت بتنتج عنها بخار سخن طالع حوالين كيو، والسخونة كانت جامدة لدرجة إنها سلخت ظهره، بس كيو كان واخد كل اللي بيحصل له ده كأنه قوة جديدة بتدخل جسمه. وبنرجع تاني على السفينة اللي كان عليها كيانا، وزي كل مرة كان بيبقى قاعد وسط الأسلحة بتاعته وكان بينظفها وبيرتب فيها، وكان بيحاول يستعد على قد ما يقدر، وكمان كان مشغل معاه توني، وبنعرف إن توني كان ممتن جدا لكيانا علشان هو أنقذه من العبودية، وبيقول له أنت أنقذت حياتي وإن جميلك ده فوق دماغي عمري ما هنساه. كيانا وقتها ضحك وسابه وطلع على السفينة وقعد يتكلم شوية مع فاي، وبيسألها وبيقول لها هو أنت ليه ما قلتليش إن ليكي قرايب في الجزر عندنا؟ فاي بترد وبتقول له أيوه ليا قرايب وأنا ماشية من الجزر من زمان، وللأسف سبت ابني الصغير وهو لسه رضيع، ودي أكبر غلطة أنا غلطتها في حياتي ولسه ندمانة عليها لحد دلوقتي. فكيانا بيتفاجئ من كلامها وبيقول لها إزاي في واحدة تسيب ابنها رضيع وتمشي؟ أنت أكيد غلطانة وكل ده ما كانش لازم يحصل. لكن فاي كان باين عليها الحزن جدا وبتقول إن هي نفسها تشوف ابنها ده ولو مرة واحدة. وبعد كده بنروح لكابوهي ونماكي وبيكونوا قاعدين ومزاجهم رايق وكل حاجه ماشيه تمام، وفجاه بيوصل لهم خبر ان السفينه اللي عليها كيانه وصلت للجزر، واول واحد شافهم كان جون، واول ما كيانه نزل برجله على رمله الجزيره ركع ولمس الرمله بايده وكان فرحان بشكل مش طبيعي. وفي اللحظه دي بعد ما كابوكي ونماكي كانوا بيبصوا لبعض بنظرات فيها اعجاب، بصوا لبعض تاني بس المره دي نظراتهم كانت كلها خوف. اما كيانا فقابله موكو، وموكو بيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ مش انت اللي ساعدت كهاليكي انه يحتل الجزيره دي؟ ايه اللي جايبك تاني؟ فكيانا بيرد عليه بهدوء وبيقول له بص انا فعلا ساعدت كهاليكي بس انا مش جاي اطلب العفو، انا جاي اساعدكم واعوض اللي انا عملته. موكو بيكلمه بغرور وقتها وبيقول له الكلام ده انت تقوله لكاميها هو اللي هيقرر، اما رجاله السفينه اللي معاك يرجعوا مكانهم ومحدش فيهم هيبقى موجود على ارضنا. وبالنسبه للفايل اللي معاك الست دي خرجت من الجزر من زمان ودي ليها حكم خاص وهنعمل قعده ونقرر معاها. كيانا قال له تمام ورجع للقبطان والرجاله وقال لهم معلش يا جماعه ارجعوا للسفينه لحد ما اخلص الموضوع ده مع رئيس القبيله، والرجاله ردوا وبيقولوا له تمام. وفي اللحظه دي كابوهي دخلت، واول لما كيانا شافها وشه نور من الفرحه وجري عليها وحضنها، وكمان حضن اختها وحتى كمان حضن جوز اختها، وجوز اختها ده اصلا هو اخوه. ساعتها نماكي بسرعه خلع السلسله اللي هو كان واخدها من كابوهي علشان لو كيانا كان شافها في رقبته اكيد ما كانش هيسيبه، وفي وقتها كان ممكن يطير رقبته على طول. ونماكي ما ضيعش وقت وجري هو كمان على كيانا وحضنه. وفي نفس الوقت على الناحية التانية جاك كان رايح يسلم على طاقم السفينة، والناس أول لما شافوه ما صدقوش نفسهم لأنهم كانوا متأكدين إن هو مات من زمان، فبيقولوا له أنت أكيد هترجع معانا، لكن هو رد عليهم وقال لهم لا، وجودي هنا أنفع لينا كلنا، وسابهم ومشي وقرر إن هو يفضل قاعد. بعدها ناهي دخل في الكلام مع كيانا وقال له ايه الملابس اللي انت لابسها دي؟ عندنا في القبيله الراجل لازم يبين جسمه وقوته قدام الناس كلها. كيانا بيضحك وبيقول له ان دي عادات الغرب اللي هو كان فيه، وانهم بيقولوا عن الملابس دي انها حشمه، فبالنسبه لناهي الكلام ده هو ما كانش فاهمه ولا عارف العادات دي جت ازاي اصلا. وكيانا ما ضيعش وقت ولم اطفال القبيله حواليه، وبعدها رش بارود على ايده وولع فيها، وبالنسبه لهم طبعا كانت معجزه وقالوا انه كيانا ساحر. بعدها كيانا قعد مع نماكي وناهي وسالهم عن كاميها، فردوا عليه وقالوا له ده راجل طيب جدا وكل همه مصلحه شعبه وبس. فكيانا بيهز راسه وبيقول لهم ان الطيبه دي لوحدها مش هتنفع، كاميها محتاج يبقى اذكى واشد حنكه علشان اللي جاي هيبقى اصعب بكتير، وانا هنا ما جيتش علشان اقضي معاكم وقت، انا جاي علشان نستعد للحرب، والحرب اللي انا مجهز لها دي مفيش حد هيقدر يقف قدامها. وعلى طول خدهم وراح المجلس اللي كاميها بيكون موجود فيه، وهناك قابله كومو واللي للمره التانيه بيكلمه باسلوب مستفز جدا، وقال له كاميها مش موجود هنا، وبعدين انت اصلا مالكش مكان عندنا في المجلس، ويا ريت تتفضل وتمشي من قدامي بدل ما تضيع وقتي. والغريبه ان احنا بنلاقي كيانا كتم غيظه ومشي فعلا من قدامه، وكهمانو كانت واقفه وشايفه كل اللي بيحصل ده قدامها.
بعدها بنرجع لفاي وبنشوفها راحت في مكان فيه شوية عيال وراجل كبير، وركزت في ملامح الراجل شوية وبعدين بصت على ولد معين، والولد ده كان واقف وسطهم. والغريبة ان الولد كمان اول لما شافها فضل مبحلق فيها وما نزلش عينه. وبعدها كيانا بيرجع للمكان اللي موجودين فيه مراته واخواته، لكن فجأة لقى نماكي كان ماشي وسايبهم، فبيقول له انت رايح فين؟ قال له انا هروح ابخر واقدم قربان بمناسبة رجوعك. وفي اللحظة دي كابوهي كانت متوترة جدا، وكيانا كان خلاص هياخدها ويدخل الخيمة، لكن فجأة بيلاقي جون جاي له وبيقول له كهومانو بعتاني وعايزة تشوفك ضروري. وكيانا فعلا بيروح معاه وبيقابل كهومانو وبيقعدوا يتكلموا مع بعض شوية، وهي بتقول له بما انك شفت العالم ممكن تحكي لي ايه اللي انت شفته هناك بالظبط؟ فكيانا قال لها انا شفت حاجات كتير في الدنيا دي تفرح وحاجات تقطع القلب، وشفت ناس من كل شكل ولون، لكن كمان شفت الشر بعيني في بلادهم، وان هم عندهم سلاح حديث جدا وبيدخلوا اي مكان فيه خير وبيسرقوه وبيسيبوا وراهم دمار ودم. واللي شفته ده مش بعيد يحصل معانا احنا كمان، وده لو موقفناش صف واحد ضد الشر ده. والكلام ده خلى كابوهي تاخده وتوديه في السر لكاميها. وفي الوقت ده كاميها كان قاعد بيزرع، واول لما شافه اندهش وقال هو ده رئيس القبيله، وكان مستغرب من شكله علشان قاعد بيزرع وكده. وفي الوقت ده كهومانو سابته معاه ومشيت، وكاميها قعد يتكلم مع كيانا، ومن كلامهم بان ان دماغهم ماشيه على خط واحد، وبيبان كمان ان كاميها متاثر بيه وبطريقه التفكير بتاعته. بس وقتها كاميها بيقول له بص انا هاخدك معايا تحدي، ولو انت كسبت يبقى الآلهة عايزاك تبقى معانا في المجلس، لكن لو خسرت يبقى اكيد هتبقى بره عننا. وفي نفس الوقت كايو كان قاعد مع المجلس ورؤساء القبائل، وكان بيحاول يحرضهم على كاميها، وقعد يقول ان هو المفروض يبقى هو وزير الدفاع. بس بعد كلام كتير الرؤساء احترموا وصية والده وتمسكوا ان كاميها هو الانسب، وقالوا له بصراحة ان كاميها هو اصلح منك في المكان ده بكتير، واحنا مش هنتحرك ضده ولا عايزين حرب اهلية. والكلام ده فعلا ضايقه جدا، بس هو سكت وعمل نفسه مش متضايق. وعلى الناحية التانية كيانا رجع لكابوهي واخيرا دخل معاها الخيمة، اما نماكي كان قاعد على البحر وكان شكله زعلان جدا، وفضل قاعد في مكانه ده لحد الصبح. وتاني يوم كيانا خد اخواته وراحوا لكاميها علشان يشوفوا التحدي اللي هو قال له عليه. وبنعرف ان التحدي ان كل واحد ياخد زلاجه وينزل فوق منحدر ضخم، واللي يوصل الاول للميه وهو سليم هيكون هو الكسبان. واهل القبيله بيقولوا انه كاميها عمره ما خسر في التحدي ده، اما كيانا فهو اول مره يعمله. وكل واحد بيختار الزلاجه بتاعته وبيكونوا واقفين فوق المنحدر، والراجل اللي معاه الصفاره بيصفر في وقتها، والكل بينط، والزلاجات خشب والارض كلها حصى، يعني الموضوع هيكون خطر جدا. وفعلا اللي توقعناه حصل، واحد وقع واتكسرت زلاجته، وبعد شويه التاني حصل له نفس المصير، وما تبقاش في السباق ده غير كيانا وكاميها. وقتها بنلاقي كيانا كان مركز جدا مع اللي وقعوا علشان ما يكررش غلطهم، وكمان بيراقب حركات كاميها وبيقلده. اما كاميها كان متفاجئ ان كيانا لسه صامد معاه لحد ما حصلت المفاجاه، كيانا سبقه ونزل الميه قبله بشويه صغيرين جدا. وقتها كاميها بيقول له انت كنت ماشي في طريقك من غير خوف، وده السبب اللي خلاك توصل للي انت فيه دلوقتي، انك ما بتخافش. وبعدها قال له انت دلوقتي معانا في المجلس اكيد. وفي نفس اليوم كيانا خد موكو وطلعه على السفينه هناك، وقال له لو كاميها هو الراجل الصح زي ما انت بتقول اكيد هيحتاجني جنبه. وكمان بيوري له الاسلحه اللي هو جابها، وبيقول له بص الاسلحه دي، وبيوري له البندقيه، وبيقول له ان البندقيه دي ممكن تطيرك من مكانك في لحظه، وبيقول له كمان ان انا عندي منها بالعشرات. ساعتها موكو بيستوعب قد ايه كيانا قوي. وبالليل بنلاقي 4 ماشيين مستخبيين وبيروحوا على مخازن الاكل بتاعت كاميها وبيولعوا فيها، واللي عمل كده واضح جدا ان هو اكيد كيو. بعدها بنعرف ان اللي حصل ده اكيد هيوديهم للحرب الاهليه، وان الحرب دي بقت خلاص على الابواب. وبكده تكون خلصت الحلقه الخامسه. ولو اول مره تتابعني ولسه ما اشتركتش، اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير في الملخص الجاي. سلام.